السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتتكلم عن البحث هنعمله ازاي، موضوع اللي هو قالب الدماغ كلها والناس كلها قلقانة وبتتكلم عن الموضوع ده. طبعا البحث موضوع سهل جدا، بسيط جدا، مش محتاج كل المواضيع اللي شغالة الفترة دي. انا شفت البحث من كذا شخص بيشرحه، سواء مدرس سواء طالب، سواء حتى من وزارة التربية والتعليم، مواقع كتير. اتضح لي حاجة واحدة بس هي اللي انا فهمتها من كل الموضوع، ان كمية كبيرة جدا من الناس بتتكلم في الموضوع ده، عندهم دراية بالموضوع وكل حاجة، بس برضه هم يعملوا البحث وكل حاجة، بس ولا هم عارفين هل المدرسة هتستلمه، هل هينزل على النت، هل الوزارة هتعترف بيه. يا جماعة هو إجراء روتيني، مش موضوع صعب ولا أي حاجة. هتكلم بسرعة عن موضوع البحث عشان ما نضيعش وقت. أول حاجة هنعملها عشان ما انتوا بس كده ما انتوش من بعض، صفحة الغلاف. صفحة الغلاف. طب صفحة الغلاف دي هعملها ازاي؟ هتجيب ورقة، طبعا انت مثلا هتشتري يعني بالبسيط بالعربي، مش محتاج اي فكرة، كأنك بتعمل بحث للمدرسة، مش عايز اي شو هتعمله. اول حاجة هتعملها هتشتري 4 ورقات. ال4 ورقات دولت هتجيبهم من المكتبة. شوف بقى كده بنشرح يعني الناس، المفروض احنا الموضوع مش صعب برضو. تمام. جبت الورقة، اول ورقة هتكتب في وشها كده الاسم بتاعك، مدرستك، كود الطالب بتاعك، الصف، انت في الصف الكام، تخصصك، ثانوي ايه، ثانوي تجاري، ثانوي زراعي، ثانوي اي ثانوي عامة. وتكتب تحت الشعبة، شعبة قانون لو انت في سنة تانية او تسويق او تأمين. ده بالنسبة للورقة الاولانية. وبرضه هتكتب فيها موضوع البحث. انت عندك في كل شعبة او كل صف بيكون في بحثين، يعني عندك بحث اول اهو، وعندك بحث تاني بالنسبة لسنة اولى، تانية، تسويق، ادارة، تأمين. برضه بحثين. شعبة قانون فيها 3 ابحاث. انت يا عم مش هتعمل كل الابحاث دي، انت هتعمل بحث واحد في كل حاجة. يعني دلوقتي انا في شعبة سنة اولى اهو، دي سنة اولى، حلو، قدامك بحثين. محدش بقى يجي يقول لي بقى انا هحل البحثين عشان اجيب الدرجة النهائية اكتر واضمن اجابة نموذجية. لا، انت هتتكلم عن بحث واحد اهوت، وهتبدأ تتكلم عنه على مهلك خالص وتبدأ تتكلم فيه. ده بالنسبة للبحث الاولاني. البحث التاني اللي عايز يتكلم فيه يتكلم فيه برضه. ده بالنسبة للبحث، يعني انت مش لازم تعمل الاتنين، لا، انت اختار واحد من الاتنين، يا اما ده يا اما ده. طب تمام، انت مثلا هتتكلم ولا يكن في ده. طبعا مفيش حد بيشرح يقول لك مثلا تكتب تحل ايه وكلام من ده، لأن الموضوع طبعا مش محتاج. يعني مثلا دي مسألة محاسبة هتحلها عادية، طب ما عرفتش تحلها بتبص في كتاب المقاسة وتتابع انت تفتكر انت خدت ايه هو اصلا عامة دي كان على ما اعتقد شرح بسيط بالنسبة للمحاسبة اللي انت خدتها في اول السنة، او انت خدتها جزء بتاع شهر ونص، يعني مفيش فيه اي صعوبة. انما الجزء اللي فوقه بتاع القانون، الجزء اللي فوقه مثلا ادارة مثلا او ايا كان، كانت طلعت عندك اقتصاد، فالموضوع صعب، مش صعب، سهل، انت بتتكلم فيه بسهولة. اول حاجة تبدأ تتكلم فيها عن عناصر الموضوع، انت هتتكلم في ايه دلوقتي في الموضوع ده. تمام. الناحية التانية مثلا بيبدأ يتكلم عن البطالة، يتم تعريف البطالة. انت مثلا بتتكلم عن البحث اللي انت بتتكلم عنه، وتبدأ تتكلم فيه وتسهله. يعني مثلا تبدأ بيتكلم هنا مثلا على ايه، هناك عدة أسباب تجعل لدراسة الدخل القومي أهمية كبرى، وتتمثل أبرز هذه الأسباب في قياس مدى نجاح السياسة الاقتصادية، حيث تستخدم تقديرات الدخل القومي في السنوات. فبالتالي بيتكلم هنا قدامنا عن الدخل القومي، حلو، والناتج القومي والناتج القومي. فانت هتتكلم هنا بالنسبة لنا هنا عن الدخل القومي. تمام. هتبدأ تكتب موضوع البحث اللي هو مثلا يكون الدخل القومي. هتتكلم في الموضوع ده، تبدأ تحط عناصر الموضوع.
عناصر الموضوع. العناصر دي بتكتبها ازاي؟ زي اسئله، انت بتوجه نفسك اسئله تتكلم عنها. طب هو هنا في الثانوي، هنا بالنسبه لنا الثانوي التجاري بدا ان هو يديك انت اسئله وتحلها. يعني مثلا بيقول لك ايه، في ضوء ما سبق اكتب بحث يتضمن الاتي: تفسير ظهور قيمه الانتاج القومي بقيمه اكبر من قيمه الناتج القومي. يعني الانتاج بقيمة أكبر من الناتج القومي، مع توضيح كيف أن الدخل القومي هو الوجه المقابل للناتج القومي. يعني الدخل القومي هو اللي بيبين الناتج القومي، موضحا المقصود بالاتفاق على الاستهلاك وعلاقته بالدخل القومي. بعد كده بدأ يقول لك العلاقة بين الادخار والاستهلاك، موضحا مفهوم الاستثمار والعوامل. تبدأ انت حتى لو بصيت في الكلام ده هتلاقيه هو أصلا موجود عندك في مذكرة أو في كتاب مدرسة. يعني انت عايز ان انا مثلا اقول لك يعني امليك انا الاسئله. البحث ده معمول عشان كل واحد يبدا يتكلم في التفاصيل اللي قدامه، مش اسئله هي مش اسئله انا مثلا يعني مش هحاسبك عليها بربع درجه مش هنقص منك. لا، هو انت بتكتب كده كده عامه. البحث موضوعه هو عايز يشوف طالب منظم، مقدم بحث كويس، مسطر كويس، عامل شغل، حاطط صورة مثلا في الموضوع اللي بيتكلم، مقدم محتوى مظبوط. فبالتالي انا هديك درجة على اساسه. الدرجة كده كده عامة لكل الطلاب هتبقى متقاربة، بس هتبين المتفوق اللي هو مقدم بحث طريقة كويسة. يعني مثلا دلوقتي مثلا في سنة أولى هنا بيقول لك مثلا اعمل في البحث التاني ده، بيقول لك اعمل شرايح، وهنا برضه بيقول لك اعمل شرايح مثلا. فانت مثلا راجل عملت بحث نظري، البحث انت كتبته وقدمته، ولقيت مثلا موضوع الشرايح ده، قمت انت جاي عامل موضوع الشرايح ده مثلا تعريف العام للبنك. بدأ ان هو يعمل نظام على الباوربوينت، يكتب عنوان ومحتوى. دي انا هوريها لكم دلوقتي هتتعمل ازاي على الكمبيوتر عشان تبقى انت عارفها. بس انا عايزك تبدع، انت هتفكر، مفيهوش موضوع صعب. وعامة كده كده البحث معاك لحد يوم 7/6، انت اخر تقديم ليك يوم 15/6. الناس برضو معتقدة ان يوم من يوم البحث نازل النهاردة، ان انا بكرة الصبح راح اوديه خلاص كده خلصت. لا، هو معاك البحث، معاك شهر، معاك بحاجة 10 ايام، 20 يوم، 30 يوم، قدم فيه محتوى مظبوط وقدمه. وعامة ما اعتقدش ان الماس هتاخده، لان انت او مثلا ممكن تاخده، لان انا مش عارف هي عندهم درايه بالموضوع ده ولا لا. بس انا شفت وزير التربيه والتعليم قال لك هيبدا ياخد الابحاث من يوم 7/6 لحد يوم 15/6. مش عارف بقى، يعني الناس بتتكلم كتير وكله قاعد مش عارف، الفراغ بتاع الحظ ده عمل وقت وعمل كله شغال يعمل بيهري في الموضوع. بس هو ده اللي لازم تركز فيه. تمام، انت دلوقتي عايز تعمل البحث، عايز تعمله انت ومين معاك؟ كنت تعمل لوحدك، انت واتنين، انت وتلاتة، اخرك 5 اشخاص. ازاي هنقدم مع بعض 5 اشخاص؟ الموضوع سهل. هتقدم 5 اشخاص وانت احنا نعمل في اللي هو الغلاف الاولاني، بتكتب اسماء الطلاب تحطهم جنب بعض بالارقام بتاعتهم، اللي هو الكود الطالب، اللي هو الكود بتاعك اللي هتجيبه الرقم القومي عن طريق الموقع. وهعمله شرح خاص بيه لوحده، ده في فيديو لوحده لو لقيت ناس بتسأل وبتتابع الموضوع اكتر. تمام، ده بالنسبة للموضوع بتاع البحث. انا هتكلم فيه ازاي برضو تاني عشان يبقى انت عارف. البحث هيبقى حوالي 5 ورقات، هم محددوش كلمات معينة زي الابتدائي والاعدادي. لا، انت معاك الكلام مفتوح، ممكن 5 ورقات 6 ورقات. حلو، ال5 ورقات 6 ورقات هتكتب فيهم ايه؟ تبدأ تجيب، انا بديك نبذة عن الموضوع عشان انا مش هينفع في الفيديو احل. احنا ممكن نعمله بعد، انا ممكن بعد كده اعمل مثلا كل اقدم ابحاث شفتها من ناس تنزل من طلاب، انزل صور ليها اقول لكم مثلا الطالب ده عمل بحث بالشكل ده، والناس تتابع مش تقلده، تبدع عنه كمان، يعني تعمل شكل عنه احلى كده. تمام، اول حاجه ده البحث. تمام، البحث ده هنقدمه هنحط له الموضوع ده بنحط عناصر. بعد ما نحط عناصر نبدأ نتكلم، نعمل زي ملخص للموضوع اللي احنا هنتكلمه.
شوف انت هتتكلم مثلا في الاهليه بتاع التاجر، هتتكلم مثلا في الدخل القومي، الناتج القومي، تعمل ملخص للموضوع كله في كلمتين. بعد كده تبدا تمسك عنصر عنصر انت كاتبه وتبدا تتكلم عنه، اللي هو الايه، اللي هو تبدا تتكلم عن الناتج القومي، علاقه بين الادخار والاستهلاك. تخلص ده تخش على اللي بعده. كل واحده خلي كل واحده من دولت في صفحه تتكلم عنها. يعني دي كده اول صفحه، تاني صفحه، تالت صفحه، رابع صفحه. حلو. طب انت خلصت كده الكلام ده؟ طبعا الكلام طبعا واضح يعني، حتى ده في القانون الاجنبي الذي بلغ سن 21 سنه ميلاديه. بيقول لك هنا الاهليه التجاريه بالنسبه للاجنبي اللي هو عدى 21 سنه. طبعا احنا عارفين عامه ان الاجنبي اذا كان في دولته بالغ يقدر ان هو يباشر عمل تجاري، مفيش اي مشكله، وله الحق ان هو يشتغل في التجاره طالما وصل للسن القانوني اللي هو 21 سنه، بشرط ان هو ما يكونش مجنون او عنده عتا او عنده غفله او ايا كان اللي هي اسمها عوارض الاهليه. ده بالنسبه للاجنبي. نفس الكلام برضو للمصري، معروفه. يعني هتتكلم في الكلام اللي هو بالنسبه لنا، بس هتبدا تتكلم عنه. بس عشان انت عارف لازم في كل صفحه تتكلم عن حاجه من دول. تمام كده؟ خلصنا كده اول حاجه، يبقى اول صفحه. تاني الكلام بيتكرر اهو، موضوع سهل. اول حاجه هنكتب اسمك، الصف، مدرسه، التخصص اللي هو ثانوي تجاري، شعبتك لو انت شعبة، لو انت سنه تانية، ان احنا مش هنتكلم في سنه اولى دلوقتي. خلصنا خلاص كده الموضوع ده. تبدا تحط كود الطالب واسماء الطلاب اللي هم عاملين البحث مع بعض. خلصنا الموضوع ده، تمام. بعد كده تبدا ترص عناصر الموضوع، رص 5 6 عناصر 10 عناصر براحتك واتكلم عنهم. اول صفحه تقسمهم بقى، تمام كده، اولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، كل واحده بصفحه وابدع براحتك. طب في عندك هنا السؤال اللي هو رقم 2 ده بيتكلم عن ايه؟ اهو بيتكلم عن الشرائح عن التجاره الخارجيه. صمم عرض تقديمي لضمان مجموعه من الشرائح عن التجاره الخارجيه. يعني عايزني اعمل عرض تقديمي. العرض التقديمي ممكن تعمله سهل بالنسبه لك في الورقه. هتعمل ايه بقى يا باشا؟ انا هعمل لده فيديو مخصوص عشان تبقى انت فاهم برضو هتعمله ازاي. بص بقى، نقفل ده ولا ياخد مثلا كليك يمين، هنفتح باوربوينت. هحاول اصغر انا الشاشه بحيث ان احنا ايه، ده باوربوينت اهوت هنفتحه عشان تبقى انتوا فاهمين الموضوع ازاي. البحث ممكن يتقدم على فلاشة، ممكن يتقدم على اسطوانة، يتقدم ورقي، زي ما انت عايز. يعني هو موضوع روتيني كده كده، بس اجراءات انت يعني امتحنت وعديت والحمد لله الموضوع خلصان. ومحدش يقعد يقول انت بتاخد كل الامور ببساطة، ما هي حاجة ببساطة طالما هي مش محتاجة فكر. يعني انت مش، هو كده كده الدنيا اصلا اللي من دول اللي انتوا شايفين كده يعني ربنا يسترها علينا والامور تعدي. بص يا عمنا، ركز، حوار مش صعب، سهل. دلوقتي مثلا بيجي يقول لك هو هنا في السؤال اعمل ايه؟ صمم عرض تقديمي يتضمن مجموعة من الشرائح عن التجارة الخارجية موضحا بها دور التجارة الخارجية في العلاقة بين الدول وبعضها. طبعا أول شريحة هتكتب مثلا دور التجارة الخارجية، وتبدأ تكتب بقى هنا شوية. ده كده اسمه العنوان، ده اسمه المحتوى أو الموضوع. ده بالنسبة للشريحة الأولى. وهتخلص كده الشريحة الأولى. طب انت عايز تجيب شريحة تانية، في عندك طريقتين، يا اما تضغط على من هوم واختار منها نيو سلايد، يا اما تعمل كنترول وام. عملت شريحة تانية هتكتب فوق عنوان، هتجيب عنوان تاني اللي هو مثلا هنا مفهوم التجارة الخارجية، تقوم جاي كاتب هنا على طول مفهوم التجارة الخارجية، تقوم جاي جايبه مثلا من، هتجيب المفهوم منين مثلا؟ هتجيب المفهوم عندك كتاب المدرسة. حلو كده، عشان تبقى انت عارف. بعد ما تخلص هتقوم جاي قايل مصادرك، انت جبت البحث ده منين. المصادر اللي معروفة والناس كتير بتكتبها
هتكتب المصادر: كتاب المدرسة، ويكيديا، طبعا ده على جوجل. مثلا مصادر جوجل البحث او جوجل، ده كتاب مدرسة وجوجل والمكتبة المدرسية. يبقى عندك تاني اهو كام مصدر؟ 3 هم: كتاب مدرسة، مكتبة مدرسية، وجوجل. واللي هو البحث بالنسبة لنا او مصدر البحث بالنسبة لأي بني آدم في البيت عنده نت، عن طريق مصدر البحث جوجل. تمام كده؟ عايز تزود حاجة ويكيديا، مفيش مشكلة. يبقى ديت المصادر اللي انت بتحط بتجيب منها الايه البحث. تمام. يبقى ديت طب مصادر البحث كده امتى؟ في اخر ورقة في البحث بتاعك. يبقى اول ورقة الغلاف، الورقة التانية قلنا اولا هنتكلم عنهم اللي هي الاقتصاد، اللي هي ديت بالنسبة لسنة اولى الموضوع اهوت. خلص الموضوع ده، خش في ثانية اللي هي بتاع الشرايح. في الشرايح بقى انت الصفحة التانية هتكتب اللي هو الكلام اللي هو ده بالنسبة لنا. هو عايزك تعمل الموضوع ده، طب انت هتعمله ازاي؟ هتقول له بفتح البرنامج عن طريق كليك يمين واختار منها نيو واختار باوربوينت، وبعد كده ثم بقوم جاي مصمم الشرايح وابدا اكتب في الشريحة الاولى العنوان بمحتوى اللي انا ابدا اكتب بيه، واضيف شريحة تانية عن طريق كنترول وام او عن طريق من التبويب هوم واختار الامر نيو سلايد وابدا اضيف شريحة تانية وتالتة ورابعة. حلو. هنا في السؤال برضو ركز معايا عشان تبقى انت عارف انت هتجيبهم ازاي، مع مراعاة استخدام الادوات المتاحة في البرنامج اللي هي ايه؟ تصميم وتنسيق العرض التقديمي من حيث الخطوط والخلفيات وادراج الصور والمخططات البيانية والخلفيات. طبعا احنا عارفين البرنامج ده بالنسبة لنا هضيف فيه ازاي. مثلا احنا ده دلوقتي عملنا هنا اهوت عنوان ومحتوى، عنوان ومحتوى، عنوان ومحتوى. حلو. انا عايز دلوقتي اضيف ايه؟ اضيف خلفية للكلام ده. عشان اضيف خلفية لازم الاول اختار من التبويب ديزاين ثم اختار اي تصميم بالنسبة لي. كده عملت الخلفية، موضوع سهل جدا. يبقى مثلا هنا هتقوم جاي قايل له مثلا لعمل تصميم وتنسيق للعرض التقديمي من التبويب، هترصهم كده في خطوات ورا بعض، من التبويب ديزاين واختار اي تصميم مقابل او اختار تصميم جذاب، كلمة حلوة. تمام كده؟ كده عملنا المطلوب ده. مثلا بيجي يقول لك مثلا هنا تاني عشان انت عارفين برضو هنا ادراك صور. حلو يا عم، ادراك صور. وجاي داخل تاني على البرنامج انسرت لادراك صور من التبويب اسمه انسرت، واختار كليب ارت دي اسمها صور من الحافظة، واتك هنا جو اختار الصورة. بس هو هنا عايز صورة خاصة بالموضوع، هتجيب انت صور مثلا من على ايه؟ من على جوجل او مثلا اي صورة. المهم انت عرفه ان انت فاهم انت هتجيب صور ازاي. ماشي كده؟ دي بالنسبة للصور. تمام. اللي بعده بقول لك هنا عايز اعمل مخططات بيانية والوان وخلفيات، عملناها ماشي. بعد كده عايزنا احفظ العرض باسم التجارة الخارجية، بقوم جاي ده جاي في الاخر واعمل فايل واختار منها سيف از، وابدأ اكتب في الاخر هنا التجارة الخارجية. بس كده. طبعا بعد ما انت تكون عملت التصميم وعملت اللي انت عايز تكتبه وتبدأ تبدع في الموضوع بتاعك. شوف بقى انت مثلا حطه مثلا على الديسكتوب عشان اوريكم حاجة في الاخر برضو، عشان افهمكم حاجة. انت دلوقتي بعد ما خلصت الموضوع هتلاقي الملف ده. دلوقتي انت هتخلصت الموضوع، فبالتالي انت خلصت وعايز تقدم ده في البحث بتاعك. انت باين يعني انت عملت الموضوع نظري وعملي. يعني الموضوع ده هكتبه في الورقة التانية عشان هو في تانية، اهو هكتبه في الورقة التانية او الورقة التالتة. في ورقة لوحدها ايوه. تكتب ايه بقى؟ تكتب المواضيع اللي هي ايه انت عملت، الخطوات اللي انت مريت بيها وانت بتعمل الشرايح دي. فتحت البرنامج، فتحناه، قسمناه لكام شريحة؟ 4 شرايح او 5 شرايح مثلا. كل شريحة ببدأ اتكلم عن حاجة، دور التجارة الخارجية، وابدأ اكتب موضوع مثلا بتاع 4 5 سطور. خش على اللي بعده، مفهوم التجارة الخارجية، كتبت فوق مفهوم التجارة الخارجية، ابدأ اعرفه تحت. وفي كل موضوع حط صورة، في كل موضوع حط صورة، بس تكون صورة خاصة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، يا ريت يعني. هتجيبها ازاي؟ تك على انسيرت
مثلا للناس اللي هي عندها كمبيوتر في البيت، وتبدا مثلا بتقوم جاي تجيب صوره على النت تحطها في البيكتشر في اي مكان مثلا معين هنا في الداونلود، وتبدا تاخد الصوره تحطها ماشي كده وتبدا تضيفها. الموضوع سهل جدا مش الموضوع يعني. يبقى انت كتبت الموضوع نظري وعملي كده، انت بينت ان انت واحد فاهم اكتر. تاني كده وكده يبقى احنا خلصنا البحث. يبقى انت بتكتب في اولا وترص الكلام اللي هو قدامك ده كله، بتبدأ تتكلم عنه، تبدأ تتكلم عن البحث اللي هي في الورقة الأولانية. خلصت الأولانية خش على التانية، خلصت التانية خش على التالتة، خلصت الرابعة حل المسألة بتاع المحاسبة. يبقى انت كده خلصت خلصت. في الآخر خالص بتبدأ تقول له مصادرك. أنا جبت مصادري من كتاب المدرسة ومن المكتبة المدرسية ومن جوجل. ويبقى انت كده عملت الشرح بالنسبة أو البحث بالنسبة لسنة أولى. انت معاك حوالي شهر ونص عشان تقدم البحث. الموضوع مش صعب، سهل جدا. عشان تبقى انتوا عارفين برضو البحث لحد دلوقتي ما قرروش البحث هيتقدم مثلا بس ولا عن طريق النت بس. عامة انت بيكون مجهزه معاك، لو هو عايزه على النت بترفعه على النت عن طريق موقع الوزارة. ولو الموضوع ده اتمم فعلا ان هو يترفع عن طريق الوزارة، هنزل شرح بيه وازاي ترفعه بعد ما تخلص البحث. بس انت جهز البحث واقعد ابدع فيه من دلوقتي. مش موضوع سهل، مش موضوع صعب، سهل جدا بس تقعد ركز فيه. طبعا موضوع البحث ما يكونش مثلا نفس الناس عامله نفس البحث. هو طبعا مش المدرسه تقعد يعني تركز في الكلام يعني انتوا مش ناقلين، بس ما يكونش يعني مثلا كلنا نقله من بعض. يعني لازم يكون في برضه يعني ما يكونش الغباء واصل لكده. ما يكونش مثلا انتوا مثلا واحده وكلكم عاملين نفس البحث وموزعين وكاتبين نفس الكتابات. لا، ابدع في البحث بتاعك، بين مصادرك، جيب من كتاب مدرسه، جيب من مذكره مثلا معينه، جيب مثلا من ملخص معين. بين ان انت عملت حاجه. مش لازم يكون الكلام كله منهجي يعني، مش بس لازم يكون قريب للموضوع وموازن له، بحيث ان انت تبقى انت عامل بحث قوي وموضوع سهل جدا. ارجو ان الناس تكون فهمت. ولو انت عندك شرح بالنسبه لسنه اولى عايز تشرحه قول لي في الفيديو وانا هبدا ارد عليه. طبعا الاسئله كلها سهله. السلام عليكم.